في كل عيلة بيكون في حد بيعمل كفتة الحاتي بطريقة حلوة قوي قوي، وكلنا بنبقى عايزين نعرف السر بتاعها. بعد الفيديو ده ان شاء الله هتعملي احلى والذ واطعم كفتة حاتي هتعمليها في حياتك، بدون بقى تفاصيل كتير ولا كلكعة كتير ولا اسرار كتير. انا عايزاكي بس تشوفي كده شكل الكفتة عاملة ازاي، وشكلها زي اللي ما بنشتريها من بره ولا لأ. واضمن لك انك هتعملي كفتة تحفة، وكل هيسألك على طريقتها عملتيها ازاي. اول حاجة هنحط عندي هنا بصلتين متوسطين الحجم، هفرمهم ناعم جدا جدا جدا. لو ما عندكيش كبة تقدري انتي تبشريهم في المبشرة، اهم حاجة تكون ناعمة جدا جدا. انا حطيت عليها رشة من الملح علشان تنزل المية بتاعتها، لان انا عايزة التفل بتاع البصل بس، مش عايزة المية بتاعته. هاخد كده البصل بتاعي وابدأ ان انا اصفيه كويس جدا جدا. الكفتة بتاعت السيخ يعني احسن حاجة ما يكونش فيها اي مية كتير علشان ما تفكش منك وهي على السيخ. صفينا كده البصلتين كويس جدا وقد ايه هما ناعمين، دي حاجة مهمة جدا. هجيب عندي برضو طماطميتين متوسطين الحجم برضو، وهضربهم بس مش هضربهم جامد، انا مش عايزاها عصير، انا عايزاها تبقى برضو زي المبشورة كده. وهصفيها، هنزل منها المية بتاعتها، وهيبقى عندي برضو اللحم والتفل بتاعها. هصفيها كده على مية البصل اللي احنا صفيناه من شوية. هعملهم كده بالمنظر ده، والملح طبعا مش هيخلي ان ريحة البصل تعمل ريحة مش حلوة. اهم حاجة برضو في الطماطم ان انا اصفيها كويس جدا. بصوا ما فيهاش مية خالص اهي، بصوا ما بتنزلش اي مية خالص، احنا عايزين نوصل للخطوة دي. هنيجي بعد كده هحطها على اللحمة، وهجيب عندي يعني حوالي نص كده حزمة بقدونس. البقدونس هنا اختياري براحتكم، عايزين تحطوه، مش عايزين تحطوه براحتكم. وهبدأ ان انا هفرمه برضو. لو برضو ما عندناش كبة نقطعه ناعم جدا على ايدينا من غير العود بتاعها، ورق بس. لكن لو في الكبة حطي العود عادي، ما فيش مشكلة. هاخد بقى الكلام ده كله وهحط عليهم حتة لحمة صغيرة وهضربهم في الكبة. يعني هاخد بقى البصل والطماطم اللي احنا كنا ضاربينها مصفيينها دي ومع البقدونس، وهحطهم كده مع حتة لحمة واضربهم كويس قوي. نيجي بقى علشان نكمل بقى البهارات وكده، هنحط عندي معلقة كبيرة من النشا، ودي بتدي عرق كده للكفتة حلو جدا. وهحط عندي كيس من البيكنج باودر عشان ما يخليهاش مكتومة. وهحط عندي بقى اللحمة والبصل والطماطم اللي احنا كنا ضاربينهم مع بعض في الكبة، وابدأ احط البهارات بتاعتي، بهارات بسيطة، ملح وفلفل. ملح حسب الرغبة، وفلفل برضو حسب الرغبة. وهحط عندي رشة من الكمون ورشة من السكر، انا بحب احط لها سكر، لو انتوا ما بتحبوش براحتكم. هحط عندي رشة من الثوم الباودر، ورشة من البصل الباودر، ورشة من البهارات بتاعة الكفتة، وشوية بابريكا. البهارات بقى اللي متاحة عندك، يعني اي حاجة متاحة عندك حطي، ممكن تحطي كمان نص مكعب مرقة لحمة براحتك. انا سبتها في التلاجة شوية بعد ما عجنتها كويس جدا جدا جدا، ودي برضو خطوة مهمة جدا ان احنا نعجنها كويس قوي. سبتها في التلاجة شوية تتشمع، وبدأت بقى ان انا اسيخ الكفتة بتاعتي. وبصوا بقى قد ايه هي متماسكة على السيخ، ما بتقعش ما شاء الله يعني، وما بتشققش، ما فيهاش اي حاجة، وزي الفل ثابته، وزي ما هتحطيها على النار زي ما هتخرجيها. بصوا حاجه بجد تحفه. اجيب بقى عندي كده الفحم، احط عندي ارص عندي السياخ بتاعه الكفته واسيبها لحد ما تستوي. لو عندك اسياخ كتير سيخي مره واحده وشي مره واحده، لكن انا ما كانش عندي اسياخ كتير فعملتها على كذا مره. بس اول ما نحطها على النار، يعني نسيبها كده ثواني بسيطه، بعد كده نقلب زي ما انتم شايفين كده علشان تتشمع من كل الجهات. انا عايزاكم بس تشوفوا لي القوام بتاعه، هي على السيخ كده وما فكتش وما حصلهاش اي حاجه. بس وكده بقى عندنا احلى كفته تقدروا ان انتوا تعملوها. بصوا بقى شكلها. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده، تعملوا اكسبلور، واستنوني في باقي الفيديوهات. الفيديو الجاي ان شاء الله هنزل لكم طريقه الفراخ اللي جنب الكفته.